طيب، انت هتركب مترو، هتنزل محطة السادات، هتلاقي المبنى ده في وشك. هتقول لي طيب المبنى ده هو المتحف المصري في التحرير. اقول لك طيب، في ناس مصريين ما تعرفش ان ده المتحف المصري، وده مش كلام، ده موقف حصل معانا شخصيا قدام المتحف في الميدان. طيب، سريعا كده لازم تبقى عارف ان المتحف المصري هو اهم صورة للقومية المصرية. المكان ده هو اللي حافظ لنا على هويتنا وعلى اصلنا وعلى تاريخنا. طيب، فكرة المتحف المصري بدأت سنة 1835 لما محمد علي أصدر قرار بمنع تهريب الآثار ووقف الحفاير. طيب، أول متحف مصري كان في مبنى جنب حديقة الأسبكية. بعد كده اتنقل مكان في قلعة صلاح الدين. بعد كده راح متحف تيمونات. بعد كده راح قصر إسماعيل باشا. ومع ازدياد الاكتشافات ومع زيادة الآثار صائر المعامل الترميم تاج لمبنى كبير جديد يكون هو المتحف المصري. سنة 1893 قررت وزارة الأشغال إن هم يعملوا مسابقة، المهندسين فيها يقدموا تصاميم لشكل المتحف المصري اللي هيكون في ميدان الإسماعيلية اللي هو ميدان التحرير حاليا ومطل على النيل. وقالوا إن التصميم اللي هيكسب هيكون جايزته 1000 جنيه مصري سنة 1893. بعد ما أعلنت وزارة الأشغال عن المسابقة، اتقدم 87 تصميم للمتحف المصري، وكسب بتاع المهندس الفرنسي مارسيل دورنيون، واللي كان على النظام الكلاسيكي الحديث. والمتحف اتبنى بالفعل على مساحة 15,000 متر مربع وكلف وقتها 240 ألف جنيه مصري. وتم الافتتاح الرسمي افتتحوه يوم 15 نوفمبر 1902، واليوم ده المتحف بيحتفل بيه كل سنة. طيب، بالنسبة لشكل المتحف من جوه عامل ازاي؟ هو مكون من طابقين بيضم كل العصور التاريخية المصرية من أول عصر النقوبة للعصور، مرورا بالدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة لحد العصر المتأخر. وكمان في آثار يونانية ورومانية. من أهم الآثار اللي موجودة في المتحف المصري في التحرير مجموعة توت عنخ آمون اللي هي تكملة للمتحف المصري الكبير. آثار يويا وتويا. كان موجود هنا طبعا المومياوات الملكية اللي اتنقلت في موكب المومياوات الملكية ومتحف الحضارة. آثار كتير. آه، المتحف بيضم أكثر من 120 ألف قطعة أثرية مهمة. مش عايزك تقلق. كده كده احنا مع بعض هشرح لك متحف قطعة قطعة. طبعا انت فاكر ان المتحف لحد هنا خلص، لكن احب اقول لك ان ده اللي انت بتشوفه واللي الزوار بيشوفوه، ولكن قد المتحف ده فيه تحت الارض غرف. هي مخازن ومعامل ترميم ومكاتب. الاثار اللي فيها لا تقل عددا عن اللي موجوده جوه المتحف. كمان موجود المكتبه جواها مراجع قويه جدا بس هي حاليا مغلقه عشان الترميم. موجود متحف الطفل. موجود كافيهات ومطاعم كنوع من انواع الخدمه يعني للسياح. موجود وانت خارج على الايد اليمين تلاقي المقام بتاع اوجست ماريوت. ماريوت ده كان عالم آثار فرنسي قدم لمصر كتير في علم المصريات والاكتشافات، وهو اللي أسس واهتم ب إنشاء متحف يضم الآثار المصرية. وهو اللي طلب إن هو يدفن في المكان ده. طبعا أنت ممكن تفتكر إن مكان زي ده رسوم الدخول فيه غالية جدا، لكن أحب أقول لك إن لو أنت شاب بالغ فتذكرة الدخول بتاعتك ب 30 جنيه، ولو أنت طالبة فتذكرة الدخول بتاعتك ب 10 جنيه. أنت طالب إرشاد سياحي أو تاريخ فأنت بتخش ببلاش، ولو معاك كارنيه عقد بتخش ببلاش. وفي اليوم عيد ميلاد المتحف بيبقى الدخول مجاني، واليوم العالمي للمتاحف بيبقى الدخول مجاني. بتقدر تاخد صور جميلة جدا مش تقدر تاخدها في أي مكان تاني بره. فالمكان يستحق انك تزوره، لان احب اقول لك ان في ناس بتقعد بالايام وبالشهور عشان تحوش وعشان تسافر وتيجي هنا عشان تزور المتحف المصري، وانت ممكن يكون بينك وبينه كم محطة.
اخر حاجه جميله عايز انوه ليها ان في مشروع شغال بقاله فتره ومستمر اسمه احياء المتحف المصري بالتحرير. المشروع ده لان بعد مرور اكتر من 120 سنه المكان نفسه محتاج للترميم، محتاج لاعاده التهيئه، ويتم توزيع او اعاده تهيئه العرض المتحفي ما بين المتحف المصري بالتحرير اللي احنا موجودين فيه ده وما بين المتحف المصري الكبير اللي موجود في الجيزه. المشروع ده جميل جدا، بيحيي وبيرجع زهرة شباب المكان التاريخي اللي حافظ على تاريخنا وحافظ على أصولنا. دول المكان ده الله أعلم الآثار الموجودة فيه 120 ألف غير اللي موجودة جوه المخازن، ما نعرفش مصيرها كانت هتبقى إيه. طبعا أنت فاكر إن هي خلصت لحد هنا؟ لا، أنا هاخدك معايا لخليفة ووريث والابن البار المتحف المصري بالتحرير، وهو المتحف المصري الكبير.